الفيلم ديالنا كيبدا في عام 1940 مع الزعيم ديال العصابات البيكي بلايندرز سابقا توماس شيلبي، اللي قرر يبعد على كل شيء ويعيش عيشة البوهيميين في الغابات. كيجلس معاه صاحبه دوغز وكيعاود ليه باللي مشى لبرمنغهام وشاف وحده من دوك اللي كان كيعرفهم، وسولاتو واش عارف شنو وقع للعظيم توماس شيلبي ملك البوهيميين اللي سميتو كانت كتهز العالم. قال ليها باللي عزل راسو على الدنيا ودابا كيكتب في واحد الكتاب، وبهضرتو هادي كان كيحاول يرجعو لداك الشيء اللي كان ويفكروا شكون هو. ولكن توماس اكتفى غير بالسكوت وما جاوبوش. رجع يكمل كتابو اللي كيهضر فيه على تاريخ ديالو كامل، ولكن فجأة سمع واحد الصوت وما بقاش قادر يركز. خرج يشوف منين جاي مصدر هاد الصوت، ولقى راسو ما مرتاحش حتى فاش ولا بوحدو، والهلاوسات ما كتفاقوش وتابعاه في كل بلاصة. لقى واحد الشال معلق على غصن، خداه معاه ولاحظ ان هاد المرة مختلفة، بحال ليلة الاشباح اللي كيشوف صيفطوا ليه شي ميساج. كتب باللي شاف روبي مرة اخرى وحس بها بحال ليلة بصح وحقيقية ماشي غير خيال. كنشوفوه واقف قدام القبر ديال خوه ارثر، وكنعرفو باللي مات هادي عامين. ديك الساعة جا عنده دوغز وعلمو باللي ختو آدا جاية تشوفو وجايبة معاها خبار ما زوينينش. مشى عندها وسولها شنو هاد الخبار. كتعاود ليه باللي ليلة البارح المعمل ديالو تقصف وماتوا فيه كاع العمال اللي كانوا في خدمة الليل. سولها علاش جات عنده هو، وبما انها دابا نائبة تحل هي هاد المشاكل. ديك الساعة فهماتو باللي الناس في هاد النوع ديال المشاكل كيحتاجوه هو، ما كيمشيوش عند النائبة في البرلمان. وحتى هو فهمها باللي حتى هو عايش حرب خاصة وسط دماغه. ديك الساعة فكرات باللي عنده عائلة بصح ماشي غير خيالات كيشوفهم، وسولاتو امتى آخر مرة هدرتي فيها مع ولادك. جاوبها وقال لها باللي عمره كان الأب المثالي ليهم وديما كان قاصح معاهم. هي عاودت ليه خبارهم. تشارلز دابا كيحارب في شمال إفريقيا، وولدك الغجاري الآخر دوك ولا كيسير عصابات البيكي بلايندرز، ولا خايب منك انت ومن آرثر. من بعد ترجاتو يرجع معاها ويزور قبور عائلته ويهدر مع ولدو ديوك قبل ما يوقع ليه شي حاجة ولا تشدو البوليس وتعدمو. جاوبها جواب خارج على السياق وقال لها باللي ولا كيشوف شي حوايج، والوضع زاد من بعد ما مات آرثر، وبدا كيفقد عقله وما عرفش كيفاش يوقف هاد التخيلات بأي طريقة، وخلاها ومشى. في برمنغهام كنشوفوا دوك شيلبي الابن غير الشرعي ديال توماس، وهو كيدخل هو والعصابة ديالو لواحد المستودع ديال السلاح، وحتى واحد ما قدر يوقفهم. وملي واحد فيهم كيوقف وكيغوت وسط الناس وكيطلب من شي واحد يوقف ليهم حيت غادين فيهم طول وعرض وما عندهمش كبير، كيجي عنده كيقول ليه سمعني شنو كنتي كتقول. فوق يعرفوا باللي ما مسوقش شكون هو وخصو يتشد ديك الساعة. دوك كيفهموا باللي من هنا لقدام خاص يعتبرهم هما البوليس ديال المنطقة، وباللي تسجلوا هاد الصباح في مركز الشرطة ديال برمنغهام وراهم دابا في وقت الخدمة، ومن بعد إذنو يخليهم يمشيو وما يعطلوهمش على شغلهم. من بعد كيعطي إشارة لشحابو اللي كيجي وكيجمع الناس عليه وكيهددهم باللي أي واحد من هنا لقدام غادي يعترض طريقهم وهما كيديروا خدمتهم راه غادي يعرفوا دارو وغادي يمشيو عنده ويضربوا عائلته كلها. وكيكمل هضرته باللي هذا أمر أو بالأحرى فرمان مباشر من البيكي بلايندرز. فوق يرجع يهضر مع دوك وكيقول ليه انتوما يا عصابة البيكي بلايندرز تقدروا تخوفوا رئيس الشرطة، ولكن ما تقدروش تخوفوني أنا حيت عشت مخفس من هاد الشي في الحرب وشي حوايج عمركم ما تخيلوها. ديك الساعة دوك كيفهموا باللي راه راجل شجاع ولكن غبي، وكيعطيه بالعصا اللي معاه ضربة كتشلو، وكيشد في الباقيين وكيعطيهم قتلة، وكيأمرو يبقى مقادي في الأرض وكيقولوا ليه راك تحديتي الشخص الغلط. وكياخد رجالو وكيمشيو من تما من بعد ما خداو طبعا كاع السلاح والذخيرة اللي محتاجينها. وملي كيرجعوا للحانة كيعلموه باللي كاين واحد منهم كيتسناه برا. هذا كيكون جون بيكيت، واحد من السياسيين تقال اللي ظهروا بقوة وقت الحرب العالمية الثانية. كيجي دوك يجلس معاه ويستنى يسمع سباب الزيارة ديالو. فوق كيعرفوا باللي خدمته هي أنه كيدخل الفلوس اللي كتربحهم العصابات في الاقتصاد البريطاني وكيعطيهم النسبة ديالهم 20%. ديك الساعة كيوافق دوك على العرض بلا ما يفكر. فوق كيستصغرو كيقول ليه شوف ليا شي واحد كبير نهضر معاه. فوق كيتقب الطوموبيله اللي واقفة برا وكيقول ليه أنا هو رئيس العصابة دابا والهضرة معايا. ديك الساعة جون كيقول ليه مادامت انت هو المسؤول خاصني نسولك هو الأول واش مستعد تشارك في خيانة غادي تحسم الحرب لصالح ألمانيا. فوق يوضح ليه باللي ما عنده حتى شي ولاءات سياسية وعايش غير راسو. فوق يرد عليه باللي غادي يختبر ولاؤه في الأيام الجاية. وكنشوفو توماس راجع لدارو وكيحس براسو ماشي بوحدو في البلاصة. فوق يعمر الفوردي ديالو وكيبدا يشوف يمين وشمال.
شويه كيسمع صوت كيمشي لجهته وكيلقى واحد المراه قدامه، كيقول ليها ما كاين حتى واحد كيدخل لداري بلا اذني، ولكن هي كتعلمو باللي راهي هنا باش توصل ليه واحد الرساله معينه، وكتقرب من كتاباته، ما كيعطيهاش فرصه وكيجري عليها وكيمنعها تقيسهم. ديك الساعه كيركز في ملامحها وكيلاحظ باللي هي نيت اللي كيشوف الكوابيس اللي كتجيه. وملي لاحظ باللي ترون وبان عليه باللي كيعرفها، وضحت ليه باللي ماشي هي، وهديك اللي كان كيعرف كانت هي اختها، وقالت ليه باللي ماتت هادي شحال، واحيانا كتواصل معاه في الاحلام ديالو وكتسمع صوتها وجايبه ليه رساله منها. ديك الساعه استنتج باللي اختها هي زيلدا اللي كان دار معاها علاقه شحال هادي، اكدت ليه وعطاتو سميتها كارل، ولفتت ليه انتباهه باللي عنده ولد اختها، قاطعها وقال ليها باللي عارف هادشي مزيان وعارف فين ولا دابا، حيت خلى ليه المملكه ديالو. صحت ليه وقالت ليه باللي قصدتي تخليتي عليها وعلى ولدك، وانت عارف باللي ما كانوش مستعدين، وعايش في ذكريات الماضي في دار مسكونه ولات باشباح ديال الناس ماتوا بسبك. وقالت ليه باللي الكتابه ما غاديش تخرجوا من هاد الحاله. ما جاوبهاش وطلب منها تدخل في الموضوع نيشان وتقول ليه شنو هي الرساله اللي جايه على قبلها. قالت ليه ولدك واقع في واحد المشكل وخدام مع ناس غادي يدمروا العشيره ديالنا. ديك الساعه قال ليها ما يقدرش يعاونها، حيت بكل بساطه اعتزل وما غاديش يرجع مره اخرى. قالت ليه الا رجعتي باش تنقذ ولدك غادي نعاونك انا واختي باش تلقى السلام اللي كتقلب عليه. وملي جا داغز عرفوه باللي ولات ضيفه عندهم. من بعد ملي هضروا بوحدهم قال ليه باللي هي ملكه الغجار وحذروا من خطورتها، ولكن ما سمعش ليه. في بلاصه اخرى مشات ادا عند ولد خوها وحاولت ترجعو من الطريق اللي غادي فيها، وملي هدداتو بطريقه غير مباشره قال ليها واش عارفه شكون ارثر وتوفى، وبولي حتى حنا فقدناها، وجيرالد مور حتى هو، وباه فقد عقلو، ما بقيتي غير انتي، وانتي فيك غير الهضره وما كاين فعل. ديك الساعه قالت ليه باللي كيشبه لباه وزوين بحالو، ولكن ناقصو شي حاجه غادي يتادب لا بها. وملي استهزاه منها شرحت ليه باللي في نهايه الطريق اللي اختار غادي يكون في نعش، والجنازه ديالو حتى واحد ما يحس بها، حيت غادي تكون ناقصها نفس الحاجه اللي ناقصو هو ما رادش ليها البال، اللي هي عائلته. والغد ليه مشات عند شارلي وقالت ليه باللي ديوك سرق سلاح من واحد المستودع تابع للحكومه، وخدا اذن كتابي من عند بوليس برمنغهام. وقالت ليه باللي من غدا غادي تمشي تتابع الموضوع براسها، ولكن قال ليها توفر على راسها، حيت حتى واحد ما غادي يستجب ليها، وما كاين غير راجل واحد اللي يقدر يوقف دوك، وهو دابا معتزل على الدنيا كلها وكيكتب في شي كتاب لا غادي ينفع لا يضر. وعلى ذكر هذا الشيء كنشوفوا توماس كيكتب على المعاناة ديالو من بعد ما شارك في الحرب العالمية الأولى، وباللي واخا رجع منها سليم بقات ليه في دماغه ديما وما قدرش ينسى داك الشيء اللي عاش تما. كيوصف شعوره باللي ولا معذب، لا قادر يكمل حياته لا قادر يفقد روحه بالمرة. ويلا سالا كتابته لقى كارل قدامه لابس الشال الأحمر، سولو منين جبتيه. ديك الساعة قالت ليه باللي كانت كتمشى ولقاتو محطوط على قبر خوه. حاولت تجبد معاه الهضره وسولاتو واش بالصح حاول يقتل راسو كيف كيقولوا الناس، ولكن سدها ورفض يجاوب على السؤال. ومن بعد كتعترف ليه باللي هي دابا روح زيلدا وسرقات الجسد ديال اختها باش تهضر معاه، ولكن بطبيعه الحال ما كيصدقهاش. وديك الساعه كتعلموا باللي داك الوشاح الحمر ديال بنت روبي، وقالت ليها باللي خلاتو ليه معلق على غصن، وكتعطيه علامه بالكلام اللي قالوا لخوه عند قبره. وديك الساعه كيصدقها وكتطلب منه يعاون ولدهم، فكيعلمها باللي ما غاديش يقدر يعاونو حيت تبدل وما بقاش توماس شيلبي ديال شحال هادي. اما ادا فكتحارب ولد خوها بطريقتها وكتجمع عليها الناس وكتعلمهم ان الدوك شيلبي سرق كاع السلاح من مصنع ديال الحكومه، وكتطلب من اللي كانوا حاضرين ديك الساعه يتجرؤوا ويجيو عندها ويشهدوا ضده، وهي غادي تحميهم بصفتها عضو في البرلمان، وكتوعدوا باللي غادي توقفوا عند حدو وما غتخليهش تيطيح فيهم. على الجهه الاخرى كنشوفوا جون وهو كيعرف الدوك على النائب فيرجيل، نائب رئيس رابطه الفاشيين البريطانيين، وكيهضر معاه فيرجيل وكيعلموا باللي هو هنا باش يتاكد بنفسه واش صالح للمهمه ولا لا، وكيبدا يسولو كيفاش غادي يامن لهم الفلوس. فكيشرح ليه باللي عنده 3 ديال البواخر في المينا كيهرب فيهم السلعه والسلاح، وكيأكد ليه باللي الناس اللي في المينا تابعين لعائلته وكيعرفوهم، يعني ما يتشطنش من هذه الناحيه. ولكن كيطلب منه يعطيه ضمانه على كلامه، حيت في الاخر غادي يكونوا معاه 70 مليون، وهذا ماشي مبلغ قليل. وكيلمح باللي الغجر صعيب يهضروا ولا يخرجوا اي ضمانات على عائلتهم. ديك الساعه كينكر وجود عائلته وكيعلموا باللي هو بوحدو ما عندوش عائله. في ديك اللحظه كيدخل جون وكيغطي عليه قبل ما يجي لهنا، راه عرفوا الحقيقه ديالو. فكيستغرب فيرجيل وكيسولو الحقيقه اللي قلتي لي عليا، وكنفهموا باللي هو عامل مزدوج، وكان هو الاختبار اللي غادي يختبروا به الدوك. ومره واحده
كنشوفوا الدوك وهو كيسالي مع فيرجيل وكينجح في الاختبار وتبت ليه باللي بصح ما عنده ولاء لأي دولة من الناحية السياسية. ومن بعد كيجلس معاه جون وكيعلموا باللي خدام مع ناس عندهم نفوذ سياسي وصناع وفيهم أعداء في العائلة المالكة، وكيضمن ليه باللي غادي يكون في الحماية ديالو، وكيتفق معاه يمشي على نفس الخطة، ومن غدا يجمع البواخر ويمشي بهم لليفربول ويجمع الفلوس من تماك. وكنرجعوا عند زيلدا اللي هي دابا كارل، وكتسولو واش بغى يعرف خوه شنو قال ليها، وكتحكي ليه باللي علمتها باللي ما كانش بوحدو ديك النهار وكان هو معاه، ولكن ما كيلوموش على اللي وقع. ديك الساعة كيحاول يسكتها، ولكن كتكمل وكتعلموا أن العالم كامل كيسحاب ليه خوه قتل راسو، ولكن ماشي هي هذه الحقيقة. فكيرجع بذكريات ولداك النهار المشؤوم وكيحكي ليها باللي ارثور سرق طوموبيلته ودار بها كسيده وكان تحت تاثير الافيون. فاول ما شافو من بعيد ما عرفوش وبدا كيهلوس ويتخيلوا الشيطان، وقبل ما يقرب ليه ويعرفوا باللي راه خوه جبد الفردي وضرب به راسو. ومن ذاك الوقت توماس كيلوم راسو على ذاك الحادثه بصفته المسؤول على الموت ديال خوه، وهي كتواسيه وكتقول ليه باللي كانت غير حادثه وما كانش يقدر يعتقو ولا يعتق بنت روبي، ولكن اللي يقدر يعتق دابا هو ولده. والغد ليه فاش فاق ما لقاهاش حداه وشاف الوشاح معلق في القند ديال الناموسيه، وما بقاش عارف واش وجودها كان بصح ولا غير تهيؤات في راسو. هزو ورجع حطو عند قبر خوه وقرر يرجع ويكسر العزله ديالو باش يعتق ولده. من بعد ما دوك نفذ لجون داكشي اللي طلب منه، جا جون وعلمو باللي كاين واحد خاصهم يتخلصوا منه، وحكى ليه باللي البارح بالليل كان واحد من الحزب الفاشي كاين في ملجأ الغارات الجويه، وكانت عمتو آدا حتى هي كاينه تما، وعلموا باللي راها كتجمع شهادات ديال الشهود ضده في الموضوع ديال الشفره ديالو المستودع السلاح، وكتخطط تسلم دوك الشهادات للشرطه العسكريه اليوم. ولمح ليه باللي لو قرا هاد الشيء وسلماتهم غتحط رقبته على حبل المشناقه، وخيروا بين هاد الشيء ولا ياخذ 70 مليون. وفهم دوك المطلوب منه اللي هو يتهنى من عمته، اكتفى بانه يهز ليه راسو ويبين ليه الموافقه ديالو. ديك الساعه زاد جون قدرو وطلب منه ما يخيبش ظنه فيه. في نفس النهار مشى دوك وراقب التحركات ديالها، والمسدس ديالو واجد، وبقاو غير دقائق ويسالي معاها، ولكن في الحقيقه ما كانش قادر ينفذ، حيت ماشي اي واحد، هذه هي اخر وحده بقات ليه من عائلته من بعد باه، وكيفاش بيديه غادي ينهي حياتها. فاش ما قدرش ينفذ المهمه كان جون داير حسابه باللي غادي يبدل رايه وبان قدامها واستعد ينفذ في بلاصتو. ديك الساعه غوت الدوك عليها باعلى صوته باش ينبهها تحرب، ولكن كان فات الفوت، وجون سال معاها ودا شهادات الشهود اللي كانت غاديه تسلمهم، وعلموا باللي خيب ظنه وعصى الاوامر ديالو، وبقى كيواسي جنب الجثه ديال عمته وحزين عليها وكيلوم راسو حيت ما لحقش يعتقها. في نفس الوقت كنشوفوا توماس وهو في طريق للمدينه، ومره واحده طلب من دوغانز يوقف الطوموبيل ولقى قدامه الرؤيه ديالها. في ديك اللحظه فهم باللي وقعت ليها شي حاجه، حيت هو كيشوف غير الناس اللي ماتوا. في داك النهار قرر ينتقم لختو، وصل لبرمنغهام، واول ما شاف واحد من الجنود عطاه الخبر الحزين باللي وقع ضرب نار واختو آدا فقدات حياتها. استعد باش يرجع حقها، وحاول دوغانز يمنعو ويقول ليه باللي هادشي ما غينفع بوالو، ولكن ما سمعش ليه وخلاه وكمل طريقه بوحدو. تمشى وسط الناس والكل فرحان برجوعه، اما هو فمشى للحانه ووقف الموسيقى وخبرهم باللي كيقلب على بلاصه ولدو دوك. وقفوا عسكري سكران وما عارف شكون هو، وهدو باللي الا ما رجعش كيخدم الموسيقى غيشتحو شتحه قدام كاع اللي حاضرين عمرو ينساها في حياته. ولكن الجواب ديالو هو انه بقى ساكت. ديك الساعه قدر يتعرف عليه واحد تما ونبههم باللي اللي قدامهم هو توماس شيلبي. في ديك اللحظه رد العسكري وقال شكون هذا عاوتاني، ونعتو بكلام خايب وغالبا رقبته غتوحشو. وباقي اللي حاضرين بداو كيستهزئوا ويضحكوا حتى هما، ولكن العسكري علمو باللي ما مسوقش ليه وجبد عليه المسدس ديالو ورجع كيهدو يخدم الموسيقى ويستعد باش يشتحو بجوج. ديك الساعه توماس عرفو براسو مزيان وجبد قنبله من جيبو باش يوريه الشتيح كي داير، وكيحيد ليها المسمار وكيخدمها وكيحطها ليه في حوايجو، والكل كيهرب بزربه من تما. والعسكري تا هو كيجري بعيد وكيحاول يسلك راسو، ولكن مشى فيها، ومن بعد دقيقه كتفرقع. وبهذه الطريقه كيكون وراهم شكون هو. كيرجع يسولهم على ولده، ومورا داك لاكسيون اللي شافوه منه قبل شويه ما فكروش حتى جوج ثواني وعرفوا بلاصتو فين. كيطلع عليه لتما وكيبقى يضرب فيه حيت ما شبعش من سرقه طول هاد السنين، ودابا قتل وحده من عائلته. ولكن ديوك كيعترف ليه باللي هو ما قتلهاش، داكشي اللي طلب منه، ولكن ما قدرش ينفذ حيت هو ماشي هكاك، وكيلومو حيت تخلى عليه وخلاه ودابا جاي يحاسبو.
توماس ما كيديها في كلامه وكيكمل فيه الضرب، وديك الساعة ديوك كيعترف ليه باللي جون هو اللي قتلها. من بعد كيمشي توماس للمستودع ديال الأموات وكيطلب من دوفيغاز اللي كيلقاه تما يخليه بوحدو، حيت الراجل اللي قتلحتو غادي يجي دابا شوية باش يقتلو قبل ما يسبقو هو. دوفيغاز كيسمع كلامو وكيمشي. كيقرب توماس من الجثة ديال ختو وكيقول كلشي فقد حياته إلا واحد اللي كيتمناها. كيهضر على راسو زعما وكيلوم راسو حيت ما رجعش معاها فاش جات وطلبات منه، كون راه دابا عايشة وقدر يحميها. وكيعترف ليها باللي هو اللي قتل ارثور، وكنكتشفوا باللي ما كانش حادثة ولا انتحار، ولكن الحقيقة هي أنه كان سكران وقتلو في واحد النوبة ديال الغضب حيت كان باغي يتحرر من السيطرة ديالو عليه. وكيوعدها باللي هاد الذنب اللي هز فوق كتافو غادي يكفر عليه ويعوضو بالخير. وكيف ما توقع بالضبط كيخرج من تما كيلقى جون كيتسناه في يدو السلاح، وكتبدا بيناتهم معركة وكيضربوا القرطاس على بعضياتهم، وكل واحد فيهم كيتخبى في الاسطبل. ديك الساعة جون كيعرفوا باللي هو من النازيين، ولكن الهدف ديالو هو الخير، وكيشرح ليه وجهة النظر ديالو باللي باغي ينهي الحرب بالفلوس عوض القنابل، وإلا كل شي ولا غني حتى واحد ما غادي يفقد حياته. ديك الساعة توماس كيلفت انتباهه باللي السلاح اللي معاه كيهز 30 قرطاسة، والرصاص ديالو قرب يسألي ليه. دغيا جون كيتصرف وكيضرب ضربات في الهواء باش يحيج العودان ديالو وكيتحامى فيهم وكيهرب من تما. اما توماس فاش ما عرفش يلحقو كيقرر يسترجع الامجاد ديالو وكيركب على عودو الكحل وكيمشي به وسط المملكة ديالو، والكل كيشوف فيه مبهور وما متيقينش باللي رجع اخيرا. وكنشوفوا كارل وهي قاعده مع ديوك وكتعرفوا باللي الروح ديال خالتها كتزورها كل مره، فكيقاطعها وكيعرفها باللي ماشي وقت باش تحكي ليه على سحر الغجار، ولكن كتطمنوا باللي باه جاي باش ينقذو وغادي يحكموا بجوج بينكي بلايندرز، وان هذه هي فرصته. كيسولها فرصتي فاش بالضبط؟ ديك الساعه كتحكي ليه باللي فاش كان صغير قال انه غادي يولي ملك، والكل ضحك عليه، ودابا جا الوقت باش يكون ملك بصح. وهاد المره حتى واحد ما غادي يزعم يضحك عليه حيت غادي يكون مع باه وغادي ينفذ الاوامر ديالو. وكتسلموا قرطاسه عليها سميت باه. ديك الساعه كيتاثر وكيفهم قصدها، فكتوضح ليه باللي هو براسو باغي يرتاح وهي وعداتو تحقق ليه الطلب ديالو. وكتفهموا باللي الوقيته اللي غادي يموت فيها توماس غادي يستلم هو الرايه من بعده وغادي يكون ملك الغجار. وكتصرحوا باللي هذه كانت الرغبه ديال امه، ولكن خاصو في الاول يكون مستعد. شويه وكيجي عندها توماس وكتعلموا انها هضرات مع ديوك وقال ليها باللي غيعاونوا باش يقضيو على جون بجوج وينتقموا الاذى. كيمشي توماس للجنازه ديال اختو، وماشي غير كيودعها حيتاش هي اخر وحده بقات ليه من العائله، وكيقرر ما يخليش حقها يضيع. في الليل ديوك كيعيط لجون وكيقول ليه عارف باللي خدلتك قبل ولكن نقدر نعاونك دابا. وكيعلموا باللي توماس سلبي جاي في طريقه وعارف بلاصتو، وملي كيسولوا على المقابل ديال هاد المعلومه الثمينه كيقول ليه ما بغيت والو من غير داكشي اللي اتفقنا عليه في الاول، تسلمني 70 مليون. في الجهه الاخرى كيجي ستاغ رئيس ميناء ليفربول عند توماس وكيعطيه خريطه ديال المداخل والمخارج ديال البلاصه فين كاين جون. ديك الساعه ستاغ كيسول توماس شنا هي الحاجه اللي كاينه في المستودع ومهمه لهاد الدرجه حتى خلات توماس سيلبي العظيم يرجع للمجد ديالو مباشره من بعد جنازه اختو. كيصرحوا توماس وكيقول ليه باللي تما كاين واحد كيتمنى يتفك منه اليوم قبل غدا، وفي نفس الوقت كاين سلاح يقدر يخسرهم في الحرب. وملي وقع هاد الشيء حتى واحد ما غادي يعلق ليهم نياشين على صدورهم ولا غادي يدوي على الموضوع، ولكن غادي يكونوا داروا خير للبلاد. ولكن ستاغ كيفكر باللي قال قبل ان الحرب ما كتخصوش. كيرد عليه توماس وكيقول ليه ولات كتخصني دابا. كيشجعوا ستاغ على القرار ديالو حيتاش كانت الحرب ديالو من الاول، ومن نهار غبر النازيين قضاو على العشيره ديالو الغجاريه وبقاو سنين وهما كيذبحوا فيهم واحد مورا الاخر. من بعد توماس كيعيط لولدو وكيعرفوا عليه، كيعلموا ستاغ باللي سمع عليه حكايات وطلع خايب من باه، ولكن باه كيدافع عليه وكيلفت انتباه ستاغ باللي ولدو باقي نقي وما ملعونش بحالهم، وواثق فيه باللي غادي يعرف يكون الخليفه ديالو. رسم توماس الخطه ديالو باش يشدوا جون نهار الصفقه، والغد ليه كيكتب في كتابه باللي ولدو الكبير ديوك المفروض يكون الخليفه ديالو ووارث منه الجانب الكحل في حياته، ولكن هاد المره غادي يتحط في اختبار حقيقي
ومن خلاله غادي يعرف واش غادي يقدر يكتب الفصل الأخير في قصته ولا غادي يخدلو. في الليل كتطلب من كارل تقرا ليه في كفو، كتقول ليه باللي قلبو تهرس 2 مرات وقريب يفقد عقلو. كتكمل هضرتها وكتعلمو أنها كتشوف حرب قدامها وقدرت تنجا من الحرب العالمية الأولى ولكنها بدلاتو. كيقول لها انتي قلتي لي غير الماضي، دابا بغيتك توريني المستقبل. كيسولها شنو غادي يوقع اليوم. كتعلمو باللي غادي يوصل لأكثر حاجة كان كيتمناها وغادي يحس بالراحة أخيرا من بعد سنين وسنين ديال المعاناة. ديك الساعة كيهز الفردي وكيعلمها باللي عارف نيتها من أول نهار شافها جات الأرضو. وكتطلع هي نيت اللي سولات دوغز في الأول على المصير ديال توماس سيلبي. كيعاود ليها باللي شحال هادي بولي قالت ليه إلا جاك غراب كحل على بابك عرف باللي نهايتك قربات. وكيصرحها باللي عمره ما كان كيتوقع يتلاقى شي وحدة بحال بولي مرة أخرى، حتى شافها قدامه ملات عليه الطريق من بعد ما مشات. ديك الساعة غادي تعرفوا باللي اليوم غادي توقع حاجة من جوج، يا إما غادي تقضي عليه انت يا إما غادي يقضي عليك هو. وكنشوفوهم فاش كيبداو العملية وكيتحركوا لمرسى ليفربول. كيمشي ديوك عند جون وكيشرح ليه الخطة بالتفاصيل الدقيقة ديالها، وجون كيترجم لرجالته النازيين ومن بعد كيدير تحيات هتلر. في هذا الوقت توماس كيقرر يدوز من النفق اللي مسدود شحال هادي من عام. ديك الساعة كيتفكر الويلات ديال الحرب العالمية الأولى والرعب اللي عاشوا فيه، ولكن كيشد في راسو ويكمل الطريق. فجأة النفق كيطيح وكيتهدم عليه. في هذه اللحظة جون كيشرب وكيحتفل مع ديوك من بعد ما غدر بالقبيلة ديالو وسلم ليه بوه. في الجهة الأخرى ستاغ واقف كيتسنى توماس في الوقت اللي متفقين عليه، وقبل ما توصل 12 نيشان كيكتب ليه عمر جديد. كيحل عينيه وكيحاول يخرج راسو من النفق اللي تسد عليه حتى كيتعافر ويخرج من تما. وعند المرساء النازيين كيضربوا القرطاس على ستاغ ورجالته، ولكن ستاغ كيقدر يخرب وكيلوح راسو في الماء. ديك الساعة كيبقاو يضربوا القرطاس عشوائيا على امل يقيسوه. مع كتوصل 12 نيشان توماس كيفرقع الفلايك قبل ما يوصلوا للنازيين وكيموتوا كاملين. ديك الساعة جون كيعرف باللي ديوك خاين وطاح في اللعبة ديالو. كيهز عليه المسدس ديالو كيسولو شنو درت. كيجاوبو بكل بساطة وكيقول ليه باللي لعب مليك وكتابة وخرج ليه باللي خاصو يخون باه، ولكن هو تبع قلبه وقرر يدير داكشي اللي صحيح. كيستفز جون وكيقول ليه مسكين باك تخلى عليك للمرة الثانية وخلاك بوحدك قدامي. ما كيكمل هضرته حتى كيسمع انفجار في المستودع. كيجي توماس مع القبيلة ديالو وكتنوض معركة كبيرة بيناتهم وبين داكشي اللي بقى من رجال جون. غير كيشوفوا ديوك كيسولو علاش تأخر وفين كان. كيقول ليه توماس باللي هو هنا باش ينفذ رغبة ديال روح مو وينقضو، وكيطلب منه ينقص من الأسئلة حيت ماشي وقتها. توماس كيوجد قنبلة وكيلوحها تما، وبهذه الطريقة كيقدر يفرقع كاع السلاح ديال النازيين. جون كيحاول يهرب بالطوموبيل ديالو، ولكن توماس كيعترض طريقه وكيوقف قدامه قاصد ما يضرب حتى تلقى، وكيخلي جون يقيسو ويضرب عليه القرطاس. من بعد كيقيسو بطلقة أخرى وكيقضي على جون. توماس كيوقف قدام الطوموبيل وهي جاية جهته وكيستسلم للمصير ديالو، ولكن في آخر لحظة ديوك كينقز عليه ويبعدو. يلاه غادي يحتفل معاه باللي نجحوا أخيرا، كيلقاه مصاب لدرجات ما بقاش قادر يوقف على رجليه. توماس كيطلب منه يعطيه رصاصة الرحمة بحال اللي كيعطيو الخيل وينهي حياته بها. كيعنقو وكيخلي ليه المسدس في يده، ولكن ديوك كيقول ليه ما غاديش يقدر. ديك الساعة كيأكد ليه باللي باش يكون هو الملك خاصو يدير كتر من هاد الشيء، وكيترجاه يحنيه من العذاب ديالو. وفي هاد اللحظة كتخرج ضربة من المسدس ديالو، كينفض الطلب ديالو وكيودع توماس من الحياة، وكيلقى السلام اللي عاش حياته الكاملة كيتمناه، وكيخلي لديوك الراية ديال البيكي بلايندرز باش يكمل.